طيب ازيكم يا جماعة؟ كل سنة وانتم طيبين عشان رمضان. الحقيقة انا مش عارفة، يعني مش عارفة ايه المفروض اقوله. الموضوع هيبقى عن ايه؟ او في موضوع بس حسيت ان انا عايزة اتكلم فيه بتمعن اكتر في فيديو تاني، مش هينفع في الفيديو ده. انا بقالي كذا يوم عايزة اصور فيديو بس ما كنتش عارفة هطلع اقول ايه. في موضوع زي ما قلت لك بس مش للفيديو ده. فحسيت اللي هو طب هطلع اقول ايه وانا عايزه اصور قوي قوي، يعني بقيت اشتاق للتصوير وفي نفس الوقت انا مش عارفه الكلام اوظفه، فما ينفعش اطلع وانا مش عارفه اوظف الكلام او طالعه بهق من الاخر، عشان احنا لازم نحترم عقليات الناس اللي بتتفرج علينا، اللي هم 60 بني ادم بيتفرجوا علينا بشكل دوري. احنا لازم نشارككم بحاجه عليها القيمه شويه. الصراحه الفتره اللي فاتت كان في حاجات سبحان الله بتحصل كتير قوي ورا بعض. في اسبوعين فاتوا عليا من اغرب الاسابيع اللي عدوا عليا. اول اسبوع كان زي الفل وانا كنت ببني احلامي على حاجات واوف بقى خلاص الدنيا، يعني الاكسبكتيشنز كانت عاليه قوي. سبحان الله ختامها مش مسك قوي وكسرت قلة بعد ما الموضوع ده خلص، واكتشفت ان مش كل حاجة احنا بنشوفها او بنحسها من اول مرة هي اللي بتكمل معانا لاخر الاسبوع. مش هقولك لاخر الحياة، لاخر الاسبوع مش شرط خالص. هو كده كده محدش بيتعلم ببلاش، احنا لسه في مرحلة الاستكشاف، احنا كده كده مش متضررين، بالعكس احنا كده كده كسبانين، سواء الموضوع مشي بالطريقة اللي احنا مخططين لها او مشي بالطريقة الاخرى العكس اللي انت عايزه تماما. يعني الواحد لما كان لسه في الجامعة الحياة ما كانتش وردية، بس كانت انت شايف ايه اللي هيحصل. انت عندك امتحان بعد شهر، انت عندك امتحان بكرة، فانت عارف امتحاناتك عاملة ازاي. في الحياة الواقعية الواحد مش عارف امتحاناته عاملة ازاي، بيتعرض لحاجات جديدة، بيقابل شخصيات اجدد. يا لهوي انا عدى عليا كمية شخصيات الفترة اللي فاتت واكتشفت حاجات يعني اوف كتير قوي كتير قوي، لدرجة اللي هو يا لهوي هو في كده، يعني بجد في شخصيات بتعدي على الواحد هو في كده، هو في كده بجد. ومش شرط ان هو في كده، لو هو في كده بالوحاشة دي اللي هو لا انت غريب. فالواقع زي ما تقول كده ايه، هو يعني صعب شوية، رخم حبتين. طبعا مش لكل الناس بس للبعض، مش عايزة اقول الاغلبية بس الكتير، علشان في حاجات ما بيجيش بالسهل كتير قوي، ومحتاجة حاجات ممكن تتخلى عنها على الأقل بشكل مؤقت علشان تعرف تواكب الحياة ويكون مش ناقصك حاجة على الأقل الأساسيات. وأنا برضو مش خبرة سنين، فاللي هاجي أقول لك بقى الخلاصة بتاعت السنين والحياة، لا أنا في قلب المعركة، في قلب الخلطة اللي بتحصل. والله أعلم بعد سنة من دلوقتي هبقى فين وعاملة ازاي. ممكن الواحد يكون عارف هو عايز ايه و... ونفسه في ايه، واصل المعنى او الغاية اللي هو عايز يحققها في حياته، بس الطريق مش سالك بهذا الشكل، يعني اللي انت تكون فاكر ان هو سالك بيه. فبتغير بقى، انت ممكن الخطط دي كلها ممكن تتغير. يعني انت الهدف ده نفسه اصلا ممكن يتغير، يتشقلب خالص، لان الدنيا ماشية عكسه وانت ممكن بعد كده تكتشف ان مش هو ده فعلا اللي انا عايزه لما تنزل بقى على ارض الواقع. لان فعلا الواقع بيغير المعتقدات قوي 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 قوي. يعني انت فعلا تكون في زون معينة مصدق حاجة، فتنزل بقى تشوف اللعب بيمشي ازاي ما يعجبكش، فتخلع تقول لا ده مش طريقي، كويس ان انا عرفت الموضوع ده عشان انا ما كملش في السكة دي. ممكن تكون لا بعد ما شفت وبعد ما تعرضت وبعد ما عرفت ان الموضوع مش سهل بالشكل اللي انت تكون فاكره، اللي هو لا ده يخليك تتأكد اكتر ان هو ده اللي انا عايزه اكتر. لو حابة ان انا اعمل مثال تطبيقي على اللي انا بقوله، اليوتيوب مثلا بالنسبة لي غاية وغاية كبيرة قوي من زمان، يعني من وانا صغيرة. في ناس انا كنت اعرفها كان برضو نفسهم يبقوا يوتيوبرز وعايزين يبقوا يعملوا محتوى وبتاع، بس بعد ما مشوا في البروسيس ما عجبتهمش وقالوا لا فاكس مش عايزين وكده، يعني خلاص غيروا فكرهم وغيروا معتقداتهم. وكمان الموضوع على اليوتيوب صعب شويتين مش صعب، بس هو بطيء قوي. يعني هو عكس اي بلاتفورم تانية سريعة زي مثلا تيك توك او غيره، لان دولت بسرعة كليك كليك كليك، يعني احنا بنسكرول للانفينيتي، فتمام يعني انت بتفضل تشوف فيديوهات وانت مش مختار ان انت تدوس. بس اليوتيوب صعب شوية ان انت اللي بيتفرج عليك بيختارك انت،
بيختار اسمك، بيختار عنوان الفيديو. دي كانت من الاسباب اللي انا اخترت اليوتيوب، عشان انا عايزه اللي يتفرج عليا يكون مختارني. فانا ليه دايما مثلا بقول 60 بني ادم يتفرج عليا بشكل دوري، رغم ان انا الحمد لله الفتره الاخيره لا الدنيا زادت، لان انا اول لما بدات كان ده الرقم، ده الرينج اللي احنا بنتكلم عنه. انا لما كنت بجيب 100 وحاجه فيو في اقل من 24 ساعه، انا كنت بعمل فرح. 100 وحاجه بني ادم شافوني في يوم، يا نهار اسود. يعني كنت بحس اللي هو اوف، لا ده احنا عدينا قوي، عدينا قوي قوي قوي. فال60 ده كان ده المين. 1000 فيو بقى ده بعد كام شهر على فيديو واحد، يا ليوي. ده انا محدش اللي عايز الاوتوجراف بتاعي يكلم مدير اعمالي، وانا اصلا ما عنديش مدير اعمال. انا مش جايه اكلمك عن رحلتي مع اليوتيوب وانا عندي دلوقتي 100 مليون وبدايتي كانت عامله زي خالص. انا بكلمك وانا برضو في قلب المعركه، في الله اعلم هنوصل لايه. بس الفكره كلها ان انا المعاناه بتاعته او رخامته، مش عايز اقول معاناه بس رخامته قشطه يعني، اتعاملت معاه وهتعامل معاه، وهو لسه رخم على فكره، بس انا عايزه اجيب اخره، لان هو محطوط في دماغي، هو ده اللي انا عايزاه، هو ده اللي انا من الحاجات اللي انا عايزه احققها. فبالتالي احنا ماشيين في البروسس، احنا ماشيين في الصعبانيات. في ناس بتمشي في البروسس دي لا فيكس، مش جايبه معايا سكه، مش جايبه همها من الاخر معايا. كان في كود كده او مقوله الكاتب روسي تقريبا، سمعتها قبل كده بس مش فاكره الجمله بالظبط ولا فاكره اسمه، بس هي فيما معناه يعني ان هو كان بيقول ان انا اتمنى ان انا استحق معاناتي، يعني المعاناه اللي انا فيها دي، يعني عايزه اكون انا استحق المعاناه اللي انا باخدها دلوقتي، ايا يكن بقى. هي هتكون في شغل، في حاجه انت عايز تعملها، في حياه مهنيه، حياه عاطفيه، حياتك عامه. فعلا يعني كل اللي انا عامه كروان بخوض بيه، اتمنى فعلا ان انا اكون استحق ان انا اخد المعاناة في المشكلة دي او في اللي انا عايز اعمله. علشان لو كل ده بيبقى على الفاضي، او شايف ان انت فعلا ما تستحقش حتى معاناتك دي، بتبقى صعبة قوي قوي قوي، وبدخلك في السيركل بتاعة الضحية. ومش عايزين ناخد هذه التجربة مرة تانية، لان الواحد ما صدق ان هو خرج من المايند سيت بتاعة الضحية دي. عشان برضو مطولش عليك، ال20s، سن 20 بالنسبة لي لحد 35 بالنسبة لي هو ده سن التجارب بقى، اللي احنا عمالين نتشقلب ونخبط. عشان انتوا 10 سنين اصل فعلا لما بتفكر فيها، 10 سنين انت كنت طفل، 10 سنين كمان انت مراهق اساسا، يعني 10 15 انت 15 سنة. طب هتعمل ايه وانت عندك 15 سنة بأمانة الله يعني؟ يعني في الاغلب يعني في ناس ممكن تبقى مخترعين هم عندهم 15 سنة، ماشي، دول زي ما بيقولوا شواذ القاعدة، بس مش القاعدة العامة. فاحنا لسه في مرحلة استكشاف. معنى ان انت تكون بتعمل حاجة وانت في سن 20، حققت حاجة، لسه بتخوض التجارب في سن 20، go for it يا معلم، انت تمام، انت ماشي زي الفل، مش متأخر ولا حاجة. الكلام ده بفكره لنفسي قبل ما افكره لك، علشان انا برضو بقى في الحته دي احس اوف، احنا كبار، احنا عملنا ايه؟ احنا لسه ما عملناش حاجه. والحقيقه لا لسه احنا صغيرين، which is true, so true. لما تفكر فيها بعقلية اللي هو صح، ما صباح الفل نهدى على نفسنا شويه، نحاول ونعافر وكل الكلام بتاع اعلانات بنك مصر ده، بس على هادي يعني، ما تجلدش روحك. يعني احنا كلنا في مركب واحده، واحنا كلنا زي بعض في الحته دي. فاللي عايزه اقوله حاجات كتير، بس اليومين اللي فاتوا كان فيهم شويه حاجات ضرب نار، وفي حاجات كانت هاديه قوي، وفي يعني في لخبطه، في حاجات حصلت كتير يعني من الاخر معايا في فتره قليله. فالتغيرات اللي حصلت كتير دي يعني بتخلي الواحد يكتشف نفسه، ويكتشف الناس اللي حواليه، يكتشف. وبس اهم حاجه تاخد بالك، محدش بيجري وراك يعني. وهنشوف كتير، احنا ياما هنشوف والله العظيم. واللي عايز تعمله اعمله، امشي في البروسيس على الاقل بتاعته، شوف جايب همها معاك ولا لا. زي ما قلت لك اليوتيوب اهمه جاي معايا سكه، فعشان كده انا مكمله فيه عادي. ممكن في نفس المده اللي انا فيها، انا بقالي سنتين، في السنتين دول في ناس طلعت واختفت وطلعت تاني وراحوا في حته تانية مع البتنجان، بس ده نصيب في الاول وفي الاخر، ومحدش هياخد اكتر من نصيبه، ورزقك كده كده مكتوب لك. فدونت وري. احنا وصلنا لاخر الحلقه، كلامي خلاص خلص عن الفتره اللي فاتت. ثواني، الحقيقه انا
مش عارفه، احنا في رمضان. الحقيقه انا شفت مسلسل عين سحريه، اكتر مسلسل عجبني. كنت عايزه اشوف مسلسل صحاب الارض، ما اعرفش ليه ما عرفتش اشوفه خالص، ما عرفتش اوظفه. عين سحريه عجبني، ليها ملاحظات على كام حاجه بس مش الملاحظات اللي تخليني اقولك ما تتفرجش على المسلسل، يعني بالعكس خالص. سدير مسعود دي تاني تجربه ليا معاه بعد مسلسل موعد مع الماضي، وكان حلو. وهو بيختار الوان كده جديده، يعني انا مش متعوده ان انا اشوفها يعني. بيستخدم البوربل كتير، الازرق، الاخضر، بيستخدم كده. فالراجل ده لما يخش بصراحه عالم الافلام والسينما هيودي. شفت مسلسل كان يا مكان، يعني مش زي توقعاتي. في حاجات ملاحظات كتير في كذا حاجة، بالذات في الشخصيات. في حاجات مبهمة انا مش فاهم كمشاهد، مش فاهم برضو ستيل، ساب لي نهاية مفتوحة. وفي حاجات برضو فجوات سابها، بس انا اتفرجت عليه علشان اي حاجة بصراحة ماجد الكدواني فيها انا بتفرج عليها عشان انا بحبه جدا. بس لو انا هرجح مسلسل يبقى هو عين سحرية، عشان ده اللي شفته لحد دلوقتي جامد جدا، والتمثيل فيه حلو جدا، والاخراج حلو جدا. فشوف عين سحرية لو انت لسه ما شفتوش. تحياتي القائمين على هذا العمل. و بس كده ان شاء الله نرجع لترجيحات الافلام بعد رمضان، وبعد ما ناكل رنجة، عشان انا عايزه اكل رنجة قوي بجد، جامد موت بجد. صعبه الرنجة، وحشاني بشكل انت مش متخيله. فشوفكم على خير، شوفكم الحلقه الجايه. keep going keep pushing يا معلم. بس كده، باي باي.